عايز تتعلم مجال اليو اي يو اكس ومحتار بين المصادر الاونلاين ومش عارف تبدا منين؟ ما تقلقش، احنا في ماشين فاي جهزنا لك دبلومه اليو اي يو اكس ديزاين اللي هتبدا معاك من الصفر لغايه ما توصل ان انت تعمل بورتفوليو قوي تقدر تقدم بيه على اي شغل. في الدبلومه هتتعلم كل اللي انت محتاجه وتبقى بروفيشنال خطوه بخطوه. اول حاجه الفاونديشن اند انتروداكشن، هتفهم يعني ايه يو اي يو اكس وازاي تبني اساس قوي يخليك فاهم المجال صح من البدايه. تاني حاجه اليو اكس ريسيرش اند امباثي، هتتعلم ازاي تفهم المستخدمين وتقدر تعمل ريسيرش قوي يخليك تصمم حاجه الناس محتاجاها بجد مش مجرد شكل وخلاص. ثالث حاجه الديفاين اند ايديشن، هتعرف تحدد ايه هي المشاكل الحقيقيه اللي بتواجه المستخدم وتبدا تفكر في حلول مبتكره تحلها بشكل عملي. رابع حاجه الواير فريمنج والبروتوتايبنج، عشان تدخل على التصميم النهائي لازم ترسم افكارك الاول، تعمل واير فريمز وبروتوتايبنج عشان تقدر تعدل وتجرب قبل ما تنفذ اي حاجه. خامس حاجه اليو اي ديزاين، هنا بقى هتتعلم ازاي تحول الواير فريم لتصميمات جذابه وسهله الاستخدام وتتعرف على الالوان التايبوجرافي والكومبوننتس وحاجات تانية كتير. سادس حاجه اليوزابيلتي تيستنج والاتريشن، لان مش اي تصميم حلو بيكون مريح للمستخدم، عشان كده هتتعلم ازاي تعمل له اختبار عشان تقدر تاخد فيدباك وتعدل لغايه ما يكون فعال وسهل ان انت تستخدمه. سابع حاجه البورتفوليو والادفانسد تكنيكس، مش بس هتتعلم التصميم، انت كمان هتقدر تسوق لنفسك وتبني بورتفوليو قوي يجذب الشركات والعملاء. تامن حاجه الهاندز اون اكسرسايز، مش مجرد كلام نظري، كل اللي انت اتعلمته هتقدر تطبقه بايدك. تاسع حاجه الجرادويشن بروجكت، في الاخر هتعمل مشروع متكامل بيجمع كل حاجه انت اتعلمتها ويبقى اضافه قويه للبورتفوليو بتاعك. لو عايز تحجز مكان في الدبلومه سجل بياناتك وانا بعت لك كل تفاصيل.